يعني متجوزه في بيت عالي، يا شايله الهم كل ليله، يا شايله الهم كل ليله. اوعي يا بنتي تتجوزي في عيله، اقعدي عند ابوك احسن. اوعي تروحي عيله ولا تتجوزي في عيله، احسن هتشيلي الهم كل ليله. كل ليله بقى تنامي ودمعتك على خدك والاسم اللي انت متجوزه. لا خليك في بيت ابوك احسن. مفيش واحده اتجوزت في عيله واتنصفت. ده الواحد اليومين دول بيشوف حاجات، بيشوف كده حاجات غريبه. عيال لسه متجوزين ما كملوش سنه، عيال صغيرين متجوزين ما كملوش سنه قالوا عايزين يتطلقوا. طب وكنت بتتجوزي ليه يا موكوس؟ كنت بتتجوزي ليه لما انت عايزه تتطلق؟ كنت خليك في بيت ابوك. تقول ايه؟ لا اصل انا ما كنتش اعرف. ما كنتش تعرفي ايه يا اخت؟ امك ما قالتلكيش؟ امك ما قالتلكيش ان اللي بتتجوز في العيله بتاكل الطين؟ بتنحتي كده في الطين كده، ولا حدش يعبرك ولا يسال فيكي؟ وتيجي تشتكي ولا تيجي تغضبي؟ تفكري بقى ان انت تروحي تغضبي وتشتكي لابوك وامك يقولوا لك ايه؟ عيش ما تسمعيش حد بيك ولا تشمتي حد فيك. هتشمتي سلايفك فيكي، يقعدوا بقى يتمضمضوا بسيرتك ويعملوا سيرتك لبنه. عيشي يا بيت، عيشي وانحطي في الطين. عيشي. الواحد بيشوف اليومين دول حاجات غريبه والله العظيم. عيال كده اهو، عيال. والمصيبه بقى ان الجوازه الخرا بتبقى خلفتها بدر. الجوازه الخرا بتبقى خلفتها بدر. تحبل تجيب حته عيل ولا عيله لسه حتى ما يعرفش السما من العمي، حته لحمه حمراء حتى ما بيعرفش لسه ولا يزحف ولا يقعد، وتبص تلاقيها في مشاكل وايه، وعايزه يا تعيش لوحدها يا تتطلق. طب ما كنت تقعدي من الاول يا اختي لوحدك، كنت تقعدي من الاول لوحدك. امك ما قالتلكيش ان الجواز في العيله دي؟ هنا في الفلاحين عايزين يجوزوا العيال وخلاص. تبص تلاقي الاهل عايزين البنت تمت 20 سنه ولا 18 سنه عايزين يزوحها زي ما يكون ايه، زي ما يكون مش لاقيين ياكلوها، زي ما يكون اللقمه اللي بتاكلها بقت تقيل، بقت غاليه عليهم. اللقمه اللي بتاكلها بقت غاليه عليهم، بيبقوا عايزين يزوحوا العيال وخلاص. بس ببقى مستغربه على الافعال دي والله. وتعالوا شوفوا بقى العروسه عندنا في الفلاحين بقى بتاخد عزال قد ايه؟ شوار. بتاخد شوار يعني يكفي 3 عرايس من بتوع المدينه، والله 5 عرايس من كل حاجه، 3 و4 و5. تبص تلاقيها واخده ألمونيا وستانلس ستيل وجرانت والحاجات الغريبه اللي بنسمعها الجديده دي. ما فيش الألمونيا دي اللي هو الايه الفلاحي بقى، يعني ايه الصواني بتاع الداء الخبيز الكحك. تقول لك بقى ايه انا واخده الحاجات دي لحماتي، الحاجات والطبالي والقلل ما عادش حد بيجيب قلل والحاجات ديت لحماتي. انما انا بقى الجرانيت والسيراميك والحاجات الغريبه اللي بنسمعها دي اللي عمرنا ما جبناها ولا طبخنا فيها. احنا طول عمرنا بنطبخ في الألموني، عمرنا ما شفنا الحاجات الغريبه دي هتتحط بقى في شقتي. طيب يا اختي، طب انت حتى ما لحقتيش تفتحي الكراتين اللي اهلك جابوها دي. والله العظيم انا بشوف عزال العرايس الاهل بيحملوا في جرارات عندنا هنا في الفلاحين، بيحملوا الحاجات دي في جرارات. تيجي تشوف تلاقي يمكن جهاز يكفي 5 عرايس من بتوع المدينه. والله 5 عرايس من بتوع المدينه. العروسه في المدينه عارفه حدودها وعارفه امكانياتها. تجيب تقول لك طقم ولا طقم كفايه ولا 2، بس انا ادوبه. البني ادم بيموت والحاجه لسه موجود، البني ادم بيموت والحاجه لسه عايشه. سلفتي راحت جابت لبنتها من كل حاجه 5 تطقم، من كل حاجه 5 غسالتين شاشتين. ليه كده؟ ليه الهري دي؟ ليه؟ طب والله العظيم وشقتها ايه؟ والشقه بتاعتها اوضتين 2 تتضيري فيهم بالعافيه كده وما فيش صاله اصلا، ما فيش صاله. طب يا اختي هتحطي العزال ده كله فين بقى؟ وانت بقى ايه؟ وانت بنتك مع شقتها اصلا اوضه وصاله.
ولا قطان اتنين يا دوب تخش فيهم. بس انزلي 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 يا موكوس. والاخر حماتها خدت العفش طلعته على السطح. امال هتوديه فين؟ امال هتوديه فين؟ خدته رمته على السطح، رمته لها على السطح. عندها اوضه كده بتربي فيها طيور، حطت لها شوفي بقى شوار بألوفات بألوفات يترمى على السطح. ولحد النهارده ما خدتش منه حاجه، الا هي حله ولا اتنين اللي بتطبخ فيهم، وبقيه العفش ما تنزلي يا هبل. وبقيه العفش محطوط في الاوضه اللي على السطح اللي بيتربى فيها الطيور. يا لهوي، ليه كده؟ ليه ألوفات كده مؤلفه؟ ألوفات والله العظيم لو اقول لكم الايمن كتبت بكام تتخضوا. ليه؟ اصل مفيش عاقل. وانا ليه هجيب الهبل ده كله؟ وانا ليه هجيب بالعبيط كده؟ ويا عالم هتعيش ولا مش هتعيش، هتتوفق ولا مش هتتوفق. والله الواحد بيشوف اليومين دول حاجات ربنا يسترها علينا يا ولاد، ربنا يسترها علينا. فانا عشان كده بقول لك ما تجوزيش بنتك في بيت على يخت. خلي نصك عاقل ونصك مجنون، خلي نصك عاقل ونصك مجنون. هي هتتجوز لا تبقى في شقه لوحدها. من بصي الشرط نور كده، الشرط نور من الاول خالص، من البدايه كده اهو. وبنتنا جنبنا وفي دارنا لسه، وبنتك قدامك كده ولسه في بيتك. الشرط نور. وخليها بقى ايه يا كده يا اختي، يا تخليها جار، يعني ايه هتحمض. عندنا هنا في الفلاحين بقى العيله توصل 20 ولسه ما اتخطبتش، اكنها بقى قطر الجواز فتح. يا اختي ان شاء الله ما يفوت ولا يغور في داهيه، ما يفوت ولا يغور في داهيه. مش احسن ما تتجوز وتتطلق وتيجي تقعد جارك؟ مش احسن ما توكسيها وتميلي بختها وتجوزيها في بيت عيله ويجي لها ضغط ولا سكر وهي لسه عيله عندها 20 سنه؟ ده انا اعرف بنات هنا والله العظيم، اعرف بنات 30 سنه او عندهم ضغط وسكر. يعني حاجه والله العظيم، حاجه فوق الوصف. ركزي يا اختي كده، ركزي. وايه والمثل بيقول قبل ما تناسب حاسب. ركزي على اللي هياخد بنتك دي، اهم حاجه يصونها ويحطها في عينيه ويحافظ عليه. مش مهم يكون غني، مش مهم يكون عنده ارض ولا طين. قطع الارض واصحابته، كانت نفعت اصحابها لما هتنفع اللي قاعدين. مش مهم، لا تبص تلاقي فيه حاجات غريبه كده. يعني مثلا واحده خريجه علوم ولا دكتوره، وتبص تلاقيها ايه تتجوز عيل معاه دبلوم، قال علشان بيسافر فرنسا. امال بيحول بقى بذكاء فلوس، وعمال يشتري في ارض وفي طين. تقوم تروح بقى ايه تضحي بتعليم البيت، والبنت تبقى معاها شهاده عاليه، دكتوره ولا مهندسه ولا اي سخان، وتقول لك اصله بيسافر فرنسا. هي لو خدت دكتور زيها ماله؟ ولما تاخد دكتور زيها فيها ايه؟ وياكلوا طقه ويجوعوا طقه يا اختي. بس يبقى فيه كده تكافؤ في الثقافه وفي كل حاجه. انما تروحي تديها واحد بيعرف يفك الخط بالعافيه وما بيعرفش حتى يكتب اسمه، عشان ايه؟ عشان الفلوس. ينعل ابو الفلوس على ابو اللي دقه. انا نصحتكم بقى وعقلك في راسك يا اختي، تعرفي خلاصك انت وهي. انا مش هقول الكلام ده تاني، المره الجايه هنتكلم في حاجه تانيه بقى، احسن المواضيع عندي ياما ما بتخلص. يلا تصبحوا على خير.